بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل مباراة الأهلي وريال مدريد، مباراة يعني عايز تقول حلم جميل ماشي، عايز تقول واقع أجمل أوكي، عايز تقول حاجة ولا في الخيال ولا في الأحلام وماله، لكن في الآخر هنقول إن الأهلي هيلاعب ريال مدريد. لا، الأهلي هيلاعب ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مش هنقول بقى ماتش ودي ولا مئوية ولا كذا ولا انسى بقى كل الكلام ده خالص. احنا اللي لعبنا بايرن ميونخ في نصف النهائي، واحنا اللي هنلعب برضو ان شاء الله ريال مدريد في نصف النهائي. احنا هنتكلم طبعا، نشوف نقط ضعف ريال مدريد. مش عارف هو ريال مدريد عندها نقط ضعف اصلا؟ هي تقريبا كلها نقط قوه، نقط قوه مش في اي فريق تاني. لكن لا لا، هنتكلم عن نقط الضعف ونقط القوه وكل حاجه، وهنشوف بقى لقاء العمالقه هيكون عامل ازاي. اول حاجه نبدا بيها هي اول حاجه ريال مدريد. طبعا ريال مدريد هنتكلم ان نقط القوه عندهم. خد عندك دفاع تلاقي، خط نص تلاقي، بحسد يعني خط نص تلاقي، هجوم يا ريت، كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده في ريال مدريد طبعا. بس بقى الحلاوه ايه؟ ما دي بقى الحاجه الالهيه. ايه بقى؟ كميه اصابات دخلت فيهم ما حلتهمش على طول. عندك اساسا ملك الصوره دي كريم بنزيما اتصاب، وان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى الحق الماتشات الجايه. يعني انت يعني حكومه وكل حاجه، كان الحق الماتشات الجايه، يعني مش الماتش ده اللي هيوقف لك المسيره بتاعتك يعني. كريم بنزيما اتصاب، مين تاني؟ مندي اتصاب، كورتوا لسه مصاب بس بيقول ان هو كورتوا هيرجع تاني فربنا يستر. تاني اتصاب، مين تاني؟ والله هازارد اتصاب، لوكاس فاسكيز تقريبا اتصاب هو كمان. تقريبا هو لغايه دلوقتي هو المفروض ان هم سته، أنا تقريبا في واحد نسيه، ميليتاو اتصاب. يعني عندك حاجه حلوه قدامك، بس مين اللي خطوره؟ الباقي بقى كله، حتى البودلة لو نزلوا هيبقوا خطوره برضه قشطه. مش هقول لك ايه، لا خلاص فاضل لاعب واحد وخلاص، لا هو كله خطوره. واللي بيشجع الرجاله وما بيشجعش الرجاله وعارف ان هم كلهم خطوره. يعني كريم بنزيما هينزل مين مكانه؟ اكيد في جته احسن من كده برضه هتنزل برضه نفس الكلام وتكسر عادي يعني. بس احنا هنتكلم جد، هنتكلم في النقط الضعف بتاعتهم او نقط القوه. ان هم عندهم فعلا لما بييجوا يلعبوا على الاطراف، عندك فينيسيوس او رودريجو فعلا يعني عندهم السرعه والمهاره صح. فينيسيوس سهل ان هو واقف تعرف تاخد الكرة منه، لكن عنده السرعة، بيبقى عنده سرعة رهيبة. لو جريت محمد هاني واكرم توفيق وكريم فؤاد رجعتهم من الاصابة عادي جدا، وجريت حمدي فتحي والسولية مش عارف يجيبوه. فينيسيوس فعلا طيارة، يجري ويفضل يجيبها لك من هنا وهنا. وعندهم برضو سلاح التسديد. التسديد عندك فالفيردي مطرقه بيرزع، عندك مودريتش يعرف يشوط، عندك توني كروس طبعا طبعا طبعا، توني كروس من اي حته ممكن يجيب لك منها جوان. لكن لو احنا بنتكلم على هجوميا، هجوميا هي الاطراف طبعا، الاطراف اهم حاجه في ريال مدريد، ان هم بيعرفوا يخشوا صح، بيعرفوا يهاجموا صح. وعندك برضو حته ايه دي اللي في فرق اوروبا كلها، لما بيجيب رجله على اخر الدواسه ما بتعرفش تشوف، زي ما حصل في ماتش بايرن ميونخ، يفضل يهاجم لك من كل ناحيه، من هنا من هنا، زي برضو ما حصل ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. فضل برضو يهاجم بكل واحد في الملعب، فضل يهاجم من هنا هنا، يعني حتى لو اتاخر في النتيجه او في الدقائق الاخيره، مش اللي هو هيفضل يلعب لك الكوره ويبقى مريح لك ورا، ولا لا، هيفضل يهاجم بكل واحد عنده. طيب دلوقتي بنزيما لو اتصاب هينزل مين مكانه؟ ممكن يلعب ماريانو دياز ده، بس ما اعتقدش ان هو برده هيلعب بيه، لان هو برده مش احسن حاجه. لكن ممكن يلعب بروديجر مهاجم، ويلعب بفالفيردي جناح. وفالفيردي برضه لعبها كذا مره، لعب جناح. وفالفيردي دايما فالفيردي طلع الجوكر عندهم، يعني لعب جناح ولعب باك يمين وتقريبا باك شمال برضه، وعندك لعب نص ملعب وجناح، يعني خلط في نص الملعب كله، خلط في الملعب كله. وكمان عندك بقى ايه؟ النقط الضعف، مش نقط ضعف، نقول النقط اللي ايه ممكن يعني يعني ممكن نخش منها شويه. باك، الباكات بتاعت ريال مدريد مش احسن حاجه. عندك كارفاغال يعني مش احسن حاجه خالص في السنين الاخيره دي. عندك مندي اتصاب، فيلعب مين مكانه؟ ممكن يلعب مكانه كامافينجا. كامافينجا لو لعب مكانه، حتى لو هو كويس، بس برضه هو مش ماسك وجبات المركز ده كويس، فيكون برضه مش بنفس خطوره مندي. حتى مندي اصلا لو كان لعب، مندي خطوره ان هو لو مش في يومه هتشوف منه العجب، لكن هو لو في يومه خلاص هتلاقي منه اداء ولا اروع. لكن لغايه دلوقتي هو مندي هو المصاب. مندي مصاب، هيلعب بكامافينجا وهيلعب ب كده برضه، هيلعب بناتشو مكان ميليتاو لو ميليتاو برضه لسه مصاب، ولو كورتوا مصاب هيلعب بلونين. وعندك نص الملعب كله بقى، عندك مودريتش وعندك توني كروس وعندك فالفيردي او تشاوميني. يعني فالفيردي ممكن لما يطلع ينزل مكانه تشاوميني، وينزل مكانه العيال الصيعه دي كلها. وعندك برضه اسينسيو رجل مش طبيعيه. عندك الجون الاخير بتاع فالنسيا ده اللي هو جابه ده، ما خلي بالك يا شناوي،
يعني خلي بالك من كميه الحاجات اللي هتيجي علينا مش هتحلنا. يعني خلاصه الموضوع ريال مدريد لو قفلتها الاطراف وقفلت بال 11 لاعب وقفتهم، هي عندهم سلاح التسديد كويس، عندهم سلاح العرضيات كويس، عندهم سلاحات الاطراف فعلا برضو كويسه. لكن عشان انت برضو تخش من الاطراف، من ناحيه الاطراف عندهم من الظهيرين الايمن والايسر اللي هو كارفغال وميندي او كامافينجا حسب اللي هيقف. بس برضو مين اللي هيخش معاك؟ ما هو انت برضو عشان اللي يقف مع محمد هاني لازم حسين الشحات يرجع معاه ورا، لازم حسين الشحات يلعب في الماتش ده، لان حسين الشحات يرجع معاه ورا. لازم حمدي فتحي برضو يغطي مع علي معلول ورا، لان الحتتين دول عشان انت برضو تتقدم انت لازم برضو ترجع مع الدهيتين اللي قدام. ده كده اللي اتكلمناه على ريال مدريد. ريال مدريد دي كل ملخص اللي قلناه، ان ريال مدريد بتبقى حتى عندهم كمان مختلف عن الاهلي البدني. مودريتش ده عنده 38 سنه ومريحش الموسم اللي فات غير 3 ماتشات، وفضل قاعد ومكمل وكل حاجه. احنا عندنا اللعيبه وعندها 22 سنه بتلعب ال3 ماتشات دول بس، بتفضل مصابه باقي الماتشات التانيه كلها. فما بالك انت هتلاعب دول وهتلاعب نص يعني حبه اللعيبه اغلبها شباب، عندك ما عدا توني كروس وما عدا مودريتش وكارفاغال. كارفاغال طبعا ده اولهم، كارفاغال ده مش هيقدر يجري مترين على بعض. فينيسيوس بيرجع يدافع، فحتى انت دلوقتي بتطلع وكل حاجه فينيسيوس قادر يجي كده يجي كده، عامل زي لما في ماتش البايرن ديفيز لما كان مع محمد هاني. محمد هاني حب يطلع بالسرعه والعجرفه وكل حاجه، لا اتنين قدامه ديفيز ولعبه باين. ده اللي اتكلمنا على ريال مدريد، عن نقط القوه ونقط اللي بنقول ممكن ضعف. يعني ممكن ضعف. ازاي بقى الاهلي يكسب ريال مدريد او يحاول يبقى ند قوي مع ريال مدريد؟ ان الاهلي اول حاجه لازم ينزل اللاعبين اللي يكونوا كاجنحه، هو حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. ما ينزليش تاو، لان لازم حسين الشحات هو برضو بيبقى عارف واجبات الدور بتاع الجناح الظهير الايمن اللي هو مكان محمد هاني. فهو هيكون برضو هيرجع يدافع معاه، هيرجع يدافع مع محمد هاني، بيفضل يرجع ويروح. علشان لو خليناها مان تو مان محمد هاني مع فينيسيوس جونيور هنروح في داهيه. حتى لو محمد هاني في مستواه، بس برضو يعني فرق مستويات بين فينيسيوس جونيور وبين اي لاعب مصري حتى مش محمد هاني بس. فلازم حسين الشحاتي موجود، طاهر محمد طاهر القوه الجسمانيه والبدني يكون احسن، فهيكون بيرجع يدافع برضو مع علي معلول. عندك حمدي فتحي برضو يكون برضو بيساعد ان اللي في نص الملعب، سواء ديانج سواء السوليه سواء حمدي فتحي، لازم الثلاثه يكونوا بيميلوا على الاطراف مع علي معلول او محمد هاني عشان يدافعوا معاهم كل حاجه. بس حتى هو اللعيب يكون قدامك انت تكون محاصر عليه باتنين او بتلاته، تكون مخليه مقفل له حته التسديد حته التمرير، يعني سلاح التمرير يكون مقفله مش عارف يمرر ده وده، عشان حتى لو ده فاضي هو مش عارف ياخد الكرة من اللي انت مقفل عليه الكرة من ورا، اللي هو سواء جونيور او روديجو. بعد كده بنتكلم على الاهلي لازم يكون نص الملعب، يكون لو نص الملعب في حالتهم يقدروا يمسكوا نص الملعب من ريال مدريد. عندك ديانج والسوليه وحمدي فتحي لو في مستواهم صح، وتوني كروس ومودريتش وفالفيردي الدنيا عندهم مش احسن حاجه، يقدروا يمسكوا نص الملعب منهم، يقدروا ان هم يخطفوا نص الملعب منهم وما يهاجموش كلهم. لا ان انت دلوقتي تهاجم بالثلاثه اللي قدام ماشي، لكن لو انت حبيت ان انت تطلع بكله هنزعل كلنا في المرتدات وفي الترقيص وفي كل حاجه. وعندك قلبين الدفاع لازم لما يلعبوا يكونوا مركزين صح، علشان حتى لو بنزيما ما لعبش تمام اي لعيب هيلعب مكانه هيلعب برده قوي، احنا بنتكلم على ريال مدريد. فلازم ده كل الحاجات اللي احنا قلناها. وكمهاجم انت ممكن تلعب بمحمد شريف او تلعب كهربا، ومحمد شريف تنزله كسرعه في الشوط الثاني. بس برضو اللعيب اللي ينزل يكون رخم على المدافعين، علشان المدافعين اكيد زي اي لعيب اكيد هيغلط، اكيد هيباصي غلط وكل حاجه. طبيعي يغلط، يبقى احنا طبيعي ان احنا نركز على الغلطات بتاعته، ما نستهونش بان هو لا دول خسروا من مايوركا عادي احنا كمان. لا حتى لو خسروا من مايوركا وكل حاجه وضيعوا ضربه جزاء، بس برضو الماتشات غير. ممكن يبقوا مش في حالتهم زي ماتش مايوركا، وممكن يبقوا في حالتهم زي ماتشات الدوري الاسباني كلهم. انت تحاول ان انت حتى لو الغيابات دي لسه موجوده بكورتوا بمندي بكل الغيابات دي، تحاول انت على قد ما تقدر تمسك دي تبقى الثغرات عندهم، تحاول نكسب ان شاء الله ونصعد للنهائي. قمه الفخر واحنا بنتكلم على الاهلي وريال مدريد. السلام عليكم.